بيك يا بروفيسور جورج. دكتورة منى أهلا بيك. احنا النهارده عندنا حلقة جديدة من جسور وحكايات، وانا بصراحة متشوقة قوي ان انا اسمع الحدوتة بتاعتك، فاحنا هنبدأ بالحكاية بتاعتك. النهاردة عندنا حكاية فيها معاني كتير، جزء منها مشجع وجزء أنا شخصيا بيوجع قلبي لأن أنا بشوف حاجات مماثلة ليها كتير. حكايتنا النهاردة عن علي وسامح، الاتنين في نفس السن 10 سنين، ساكنين في نفس الشارع قدام بعض، بيروحوا نفس المدرسة وفي نفس الفصل. ده فيهم تشابهات كتير. فيهم تشابهات كتير، لكن للأسف مش كل حاجة عندهم متشابهة. علي بيصحى الصبح على ماما بتزعق له من تحت وبتقول له كفاية بقى، كل ده نوم؟ انت مش عارف انك لازم تروح المدرسة الساعة 7 دلوقتي، يلا قوم 10 دقايق وتكون تحت عندي. علي بياخد نفسه من السرير، بيغسل وشه، بيلبس هدومه وبينزل تحت. ماما بصت عليه وقالت له شعرك منكوش ما سرحتوش، وكمان مش لابس الجزمة بتاعتك، مش معقول كده كل يوم، روح البس الجزمة. راح لابس الجزمة، سرح شعره، قعد على ترابيزة الفطار. فماما قالت له القميص بتاعك العروة بتاعته مقطوعة، لازم تقوم تغيره بعد الفطار. فعلي سكت، ما عملش حاجة، حط عصير برتقان، كب جزء منه على الترابيزة. ماما قالت له مش معقول كده كل يوم امسح وراك، وراحت جايبة الممسحة وقعدت تمسح عصير البرتقان. قالت له خلص اكلك بسرعة وروح غير القميص ويلا على المدرسة. راح يغير القميص ونزل، وهو ماشي بيقول لها طب يا ماما، وكمان ما خدتش الاكل معاك، ما خدتش الساندوتش معاك، انت ناسي كل حاجة. انا متأكدة لو ما كانتش راسك لازقة بجسمك كنت كمان نسيت راسك، مش معقول كده. ده علي. سامح سربرايز معدي بنفس التفاصيل بس بطريقة مختلفة. سامح برضه يروح المدرسة بدري نفس الفصل. ماما صحته، قالت له سامح حبيبي الساعة 7 دلوقتي، هتقوم ولا شكلك عايز كمان 5 دقايق نوم؟ فلا ماما لو سمحتي بس 5 دقايق غمض عينيا. قالت له طب اوكي 5 دقايق وهنادي عليك. نادت عليه بعد 5 دقايق وقالت له سامح حبيبي يلا بقى عشان ما تأخرش على المدرسة، البس هدومك ونزل. سامح لبس هدومه ونزل، برضه شعره متلخبط وبرضه مش لابس جزمته. فماما قالت له ايه؟ قالت له انت لبست القميص الجميل حلو ولبست البلوفر بتاعك، انا متأكدة لما تسرح شعرك هيبقى شكلك جميل، وكمان اكيد هتلبس الجزمة بتاعتك. فلا حاضر يا ماما. ماما بصت قالت له ايه ده؟ الزرار مقطوع. بص انت ممكن تستنى وانا اخيطه دلوقتي، او انك انت تغير القميص بعد الفطار. فلا يا ماما غير القميص بعد الفطار. حط عصير البرتقال بتاعه، وسربرايز برضه كب عصير البرتقال. يعني مش علي اللي كان حظه مش علي بس اللي حظه وحش. بس المرة دي ماما عطت لسامح المنشفة وقالت له طب اوكي مش مشكلة، نشف مكانك وامسح كل حاجة وحط عصير برتقال من اول وجديد. سامح طلع غير القميص وسرح شعره، وكمان هو ماشي كان هينسى الساندوتش. فماما قالت له حبيبي انا عملت لك ساندوتش حلو، تحب تاخده معاك ولا انت عندك ترتيب تاني في المدرسة؟ لا يا ماما هاخد الساندوتش معايا. خد الساندوتش وركب نفس اتوبيس المدرسة اللي قاعد فيه علي، والاتوبيس خدهم هما الاثنين نفس المدرسة. هما فيهم تشابهات كتيرة، بس دلوقتي بدأت أحس بالفروق كمان في حاجات كتيرة قوي. يعني حتى وانت بتحكي قصة علي كنت حاسة هو ايه الولد اللي حظه وحش قوي ده. وبعد كده بدأت أفهم أكتر لما بدأت تقول عن سامح، في حاجات كتيرة عمالة تعدي في دماغي. بس كمل. وعلي كل ما بيعمل أخطاء وكل ما مامته بتعامله بالطريقة دي كل ما الأخطاء بتزيد. فبدأ يحس زي ما انت بتقولي أنا في حاجة غلط فيا، في حاجة غلط في المجتمع بتاعي، أنا مش عارف أتصرف في أي حاجة، كل حاجة وحشة، كل حاجة بتبوظ. بالظبط، وثقته بنفسه بقت مش موجودة، ودي نقطة كبيرة جدا. فهما الاثنين قعدوا في المدرسة. فالمدرس بيقول يا جماعة احنا عندنا بروجكت جديد في المدرسة وفي ناس جاية تزورنا، وأنا عايز حد منكم يستقبل الزوار وياخدهم في المدرسة، وحد تاني يشرح لهم ايه اللي بنعمله في الفصل. تفتكري مين فيهم رفع ايده؟ مين فيهم قال انا اقدر اساعد في البروجكت ده؟ هو الإجابة واضحة قوي. هو أكيد سامح هيبقى ثقته في نفسه زي ما انت قلت هتساعده أكتر إن هو ياخد القرار
ويتطوع في حاجة حتى لو جديدة بالنسبة له، سواء عملها قبل كده أو ما عملهاش قبل كده، بس ثقته في نفسه وقدرته ورؤيته لنفسه. وده الموضوع اللي احنا حابين نتكلم فيه أكتر النهاردة. ازاي أنا شايف نفسي، ازاي أنا شايف قدراتي، ازاي أنا وعي بنفسي بيتشكل وبيتطور مع الوقت. أكيد لما البيئة اللي حواليا هتكون بتديني اختيارات بالظبط، بتحترمني، بتتعامل معايا بالراحة، بتدور على الحاجات الإيجابية فيا وتشجعها، هيبقى وعي بنفسي وثقتي في نفسي مختلف تماما. وبالتالي احنا بنشوف ده على اختلاف الأعمار أو فئات مزبوط. عمرية كتيرة جدا مزبوط. بأشكال مختلفة. أنا موافق معاكي 100%. أنا بشوف ناس في العشرينيات هيخشوا الجامعة وعندهم انترفيو بتاع الجامعة وأذكياء جدا وشاطرين جدا جايبين درجات عالية جدا وخايفين موت إن مش يقدروا يواجهوا أي حد في الانترفيو، وإن كل واحد تاني هيبقى أفضل منهم. مش بس في العشرينيات، في الثلاثينات وفي الأربعينات. أنا بقابل ناس بيجوا يسألوني إزاي أزود ثقتي بنفسي. بس إحنا اتكلمنا قبل كده لما أنت دكتورة منى سألتي إمتى أبدأ التربية، إمتى أبدأ التشكيل، فواضح إن من البداية. بس أنت ذكرتي موضوع السيلف ايمج، وعي بنفسي، رؤيتي لنفسي أو وعي بنفسي أو إحساسي بنفسي، سواء كشكل أو كمضمون أو كقدرات أو قدرات عقلية أو مهارات مكتسبة، سواء مكتسبة أو إحنا بنطورها مع الوقت. إحنا كلنا دلوقتي بنتكلم على البادي ايمج وموضوع وعي بجسمي وشكل جسمي وأنه سايز كام وكل الموضوع ده موضوع مهم طبعا، وناس كتير مهتمة بيه. شكلي وملامحي ولبسي والناس بتشوفني ازاي. ده طبعا موضوع مهم. النهاردة احنا بنتكلم على وعي بنفسي، انا بشوف نفسي ازاي. والمديح اللي بنقدمه لأطفالنا، طريقة كلامنا معاهم بتشكل فيهم الوعي الذاتي، ان انا ابقى واعي بنفسي، واعي بقدراتي، واعي بإمكانياتي، وأقول برضو واعي بضعفاتي ان انا اقدر اصلحها. احنا اتكلمنا على فكرة النيورو ساينس او ازاي العقل بيتطور، وان في حاجات كتيرة قوي بتشكل فيه. والحقيقة ان فكرة الوعي الشخص بنفسه مركبة قوي، لان هي بتعتمد على مراكز مختلفة في المخ، ما بين حاجات ليها علاقة بالذاكرة وهنتكلم عنها اكتر المرة الجاية، وما بين حاجات ليها علاقة برؤيتي لنفسي والابعاد اللي حواليا والمجتمع اللي حواليا. ودي بتبقى اكتر ليها علاقة بالجزء الاداري في المخ او القشرة الدماغية، ومراكز مختلفة في القشرة الدماغية. ففي تواصل ما بين مراكز مختلفة كتيرة جدا. وهنرجع تاني لفكرة الذاكرة اللي احنا واعيين ليها، والذاكرة المخزونة او اللي في اللاوعي او المبطنة اللي احنا بننفعل او بنتفاعل على اساسها، لكن حتى مش واعيين ليه هي بتعمل ده. فالاحساس الذاتي عند علي دلوقتي اصبح مختلف قوي عن سامح، رغم ان هما الاثنين ساكنين في نفس الشارع، ليهم نفس المستوى الاجتماعي. وهقول لك مفاجأة، الاثنين كل واحد فيهم مامته بتحبه جدا. اكيد هي معنى انها واخده بالها من التفاصيل وبتحاول تقول له وتحاول ترشده وبتحاول تاخد باله من ايه اللي ناقص. اكيد هي بتحبه، اكيد. بس في فرق كبير قوي من اني دايما ابرز ايه اللي ناقص واركز عليه، وان انا اشجع الحاجه الكويسه اللي بتحصل. لو سالت سامح انت ليه تطوعت ان انت تشارك في النشاط دوت، ورحت سالت علي انت ليه ما رفعتش ايدك عشان تشارك في النشاط ده، هيعرفوا يشرحوا لك؟ مين فيهم هيعرف؟ سامح هيقدر يعبر عن نفسه. سامح هيقول لي عشان انا نفسي اعمل حاجات، وانا متشوق جدا اشوف البروجكت دوت وعايز اسمي يبقى عليه، وانا هقدر، فحاسس بالقدره. علي يمكن يقول لي اصلا انا كل حاجه بعملها بتطلع غلط، وبعدين انا رحت استقبل الناس دول احتمال الامور تمشي بطريقه مش كويسه، وانا مش عايز حد يحرجني. خايف يغلط. فالمتملكه اكتر واللي مكتفه الخوف طبعا، والسلبيات اللي هو حاسس ان هو مزنوق فيها او محوطاه في كل وقت. يعني احنا عرفنا ان ايدي ليها شكل في المخ وليها تكوين جوه مخي، وكل جسمي ليه تكوين جوه مخي. هل معنى الكلام اللي بنقوله ان السيلف ايمج، الاحساس بذاتي، ليه تكوين في المخ؟
ويمكن ملوش مكان معين لكن موجود في كل المخ. موجود في مراكز كتير زي ما قلنا قبل كده، ان هو سواء عن طريق ذكرياتنا سواء عن طريق انفعالاتنا وتفاعلاتنا. احنا لما شرحنا ردود الافعال وازاي الواحد يتفاعل مع الموقف اكتر منه ينفعل ضده، ده كان جزء كبير جدا من المخزون بالنسبة لنا للذكريات والمواقف والحاجات اللي بتحصل حوالينا. لو أنا بحس إن أنا بجرب ولو نجحت بتشجع ولو فشلت محدش بينتقدني وبيقول لي إيه اللي أنت بتعمله دوت، هتشجع إن أنا دايما أجرب. يعني أنا بتهيالي شكوى كبيرة جدا من اللي احنا بنسمعها كل يوم، فكرة أصل ابني ما عندوش ثقة في نفسه، أصل بنتي ما عندهاش ثقة في نفسها، غير الأعمار الكبيرة اللي بتيجي تقولك أنا ما عنديش ثقة في نفسي. ده سؤال من الأسئلة اللي بسألها في فكرة إن إحنا بنقيم الحاجات الأكاديمية ووعي الأولاد بقد إيه هم بيقدروا يعملوا الحاجة أو عندهم قصور في المهارات. سألت البنت أنتي لما ما بتعرفيش حاجة بتسألي مين؟ البنت سكتت كده قالت لي مش عارفة. قلت لها يعني لو في حاجة صعبة عليكي أو لو عندك سؤال أو عايزة تفهمي حاجة جديدة بتسألي مين؟ قالت لي محدش. إزاي محدش؟ وده اللي أنا فهمته بعدين، إزاي محدش دي أنا فهمتها مع الوقت. بعد كده لما كنا بنتكلم فواحد من الأسئلة برضو اللي هو اوصفي ماما، فقالت ماما كويسة، بتحضر لي حاجتي، بتعمل لي أكلي، بتسأل عليا، دايما بتعمل لي كل حاجة أنا بطلبها منها. طيب لما بتسألي ماما على حاجة تفتكري هي بتقولك إيه؟ كان ردها الحقيقة مفاجئ جدا بالنسبة لي، لأن كمان أنا اتفاجئت إن في العمر ده بنت عمرها 14 سنة عارفة تركب الجملة بالطريقة دي ولقطتها بالطريقة دي كمان. ردت قالت أصل أنا لما بسأل ماما على حاجة بتقولي المفروض واحدة في عمرك تبقى عارفة إجابة السؤال ده، ما بتسألش. فقد ايه فكره بدل ما استغل فرصه، واحنا قلنا قبل كده ان في اجزاء في العقل بتحتاج تسال ليه، بتحتاج اللوجيك، بتحتاج المنطق عشان تتطور. قد ايه لما انا وقفتها وعطلتها بدل ما استغل الفرصه عطلت الموقف. وقد ايه حتى مع ان ده مش نقد مباشر، يعني حتى فكره الرد بالطريقه دي ده مش نقد مباشر. فتخيل بقى لو انا بنقد الشخص نفسه قد ايه بهد فيه. اكيد. بس انا عايز احط تشالنج بينا. كتير قوي بنمدح حد وبيستغرب. انا اعرف واحده من وهي صغيره لو جت برسمه جميله وقلت لها الله دي رائعه بيكون رد فعلها فعلا عجبتك وما بتصدقش. طيب احنا عشان كده ايه الغلط اللي انا عملته؟ هو مش غلط، بس في حاجات بتساعدنا اكتر، وعلشان كده احنا عايزين نتكلم في فكرة أدوات التشجيع وأدوات المدح. أدوات التشجيع وأدوات المدح، لأن في أدوات هتساعد إن إحنا بنساعد الشخص اللي قدامنا إنه وعي بنفسه ثقته في نفسه تزيد. وكل ما بدأنا في أعمار صغيرة كل ما كان أحسن طبعا. بس it's never too late. فأنا كمان حابة إن الناس اللي بتسمعنا تبدأ تطبق ده حتى لو هم كبار مع الناس اللي حواليهم. بالظبط. إيه أدوات المديح؟ أدوات المديح حاجة بسيطة جدا. البنت اللي جت طلبت منك إيه ده عجبك الرسمة دي؟ اوصفها. انتي رسمتي دايرة ودايرة وخط ومثلث وتستعملتي اللون الأخضر بدرجاته في إنك ترسمي الأعشاب، واستعملتي اللون البني علشان تبرزي الخشب في الحتة ديت، ورسمتي بيت والبيت ده رسمتي فيه كذا شباك 1 2 3 4. اوصف. الوصف هيوصل حاجات كتيرة قوي. في المراحل الصغيرة هيعلمهم اللغة تركيب الجمل، هيحسس اللي قدامك انك متفاعل معاه ومهتم باللي هو بيعمله، فهيصدق مديحك، هيصدق تشجيعك، هيصدق انه هو عظيم. بس مع الوصف احنا عايزين كمان نطلب من الناس انها تطور القصة شوية. ان كمان انا هوصف هسألها بعد شوية او هبين علشان ابين قد ايه انا مبسوطة من اللي هي بتعمله، او ان انا هشرح كمان مشاعري او هشرح سؤال جوايا انت جبتي الافكار دي منين. فيبقى فيه مشاركة. وفي اغلب الاوقات الاسئلة دي بتأدي ان هي كمان هتبدأ تمدح نفسها، هي تاخد بالها من المديح، هي كمان هتبدأ تصدق ده وتستوعبه، وهي كمان هتسأل نفسها هو انا جبت الافكار دي منين؟ اصل انا فنانة بالظبط. مخي هو اللي قال لي. فبدأت مش انا اللي قلت لها انت فنانة او ان انا اللي قلت لها الرسمة دي حلوة، هي كمان حست ان هي وصدقت. واللي هيعيش التجربة
هيستدعيها اكتر بكتير. يعني من الاسلوب دوت 3 خطوات: اشرح اللي انا شايفه، اشرح اللي انا شعره، وكمان احط الموضوع كله على بعضه بملخص يبين مجهود الطفل، واديله الفرصة ان هو اللي يستكشف قد ايه هو شاطر. ونستغل كل موقف زي ما قلنا قبل كده في ان انا ازاي احاول اشجعهم ينموا المهارات. يعني حتى لو انا شايفة ان الرسمة بدائية جدا بالنسبة لعمرها، وانها تقدر تعمل ده احسن من كده في اوقات كتير، زي مامة الولد اللي قالت له انت شعرك منكوش، ومامة الولد مامة سامح لما قالت له لما هتسرح شعرك هتبقى عظيم. الاتنين لفتوا نظره لنفس المشكلة بس بطريقة مختلفة تماما. ولما انتقدته هو عمل كده، ولما شجعته او دعمته او طلبت منه طلب بطريقة واضحة وقلت له ازاي يصلح، اكتسب ثقة اكتر في نفسه وبقى حريص ان هو يساعدك. طب دكتورة منى، ده كلام جميل. الناس برضو بتسأل أسئلة كتير: ايه الأخطاء اللي أنا ممكن أعملها لما أقعد أمدح حد؟ لأن أنا ممكن أمدح بطريقة تحسس اللي قدامي إن أنا بتريق عليه، أو أنا بستتفهه، أو إن أنا مبالغ قوي. إيه الحاجات اللي المفروض إن أنا ما أعملهاش؟ بص، الحقيقة إن الموضوع ده ليه زاويتين. في حاجات ليها علاقة بالشخص اللي قدامي، وفي حاجات ليها علاقة بالطريقة اللي أنا بمدح فيها. يعني مثلا كلنا في أوقات لما الناس بتيجي تمدحنا على حاجات بنبدأ تقول أصل هم مش عارفين. يعني مثلا أنت عملت برزنتيشن عظيمة جدا والناس قالت لك شكرا، دي كانت احنا استفدنا جامد قوي. بتقول في دماغك انتوا مش فاهمين، اصل الحتة دي انا اصلا مش كلها مغطيها، او ده انا مفوت حاجات فيها، او وبيجي على بالك في اوقات نقد ليه لنفسك. وفي اوقات تانية بنبدأ نقول لكن لو انا بدأت اشكر حد وبدأت اقول له انا اتعلمت 1 2 3 4، تفتكر هيصدق اكتر؟ طبعا اكيد. ففي حاجة ليها علاقة بالمستقبل والحاجة ليها علاقة باللي بيشرح. لو انا افتعلت قوي ردود افعالي زيادة عن اللزوم، الاولاد هياخدوا بالهم. لو انا ما بصيتلوش، يعني انا الام واقفه بتطبخ والبنت بتقول لها ماما شفتي الرسمه بتاعتي؟ قالت لها حلوه حبيبتي، كويس، جميل. فمحتاجين ان احنا ننمي فكره التواصل كمان. وفي نقطه مهمه قوي في المديح، ان انا ما بمدحش النتيجه. في دراسات كانت بتقول تبعت اولاد باعداد كبيره جدا على مدار سنين. الدراسه ركزت على فكره الاولاد اللي احنا مدحناهم عشان حطوا مجهود في شغلهم، والاولاد التانيين اللي مدحناهم علشان هم اذكياء. تفتكر مين فيهم سابر ومين فيهم فضل يحط مجهود وكانت النتيجه بتاعته كويسه واداؤه الاكاديمي كويس؟ متهيألي اللي مدحناه عشان مجهود. هي دي النقطه، ان انا دايما امدح المجهود، دايما امدح او اوصف الحاجه اللي انا عايزه اشوفها. ودي نقطه مهمه. لو انت مش عايز تشوف الصفه دي حاول ما تتكلمش عنها واوصف اللي انت عايز تشوفه. يعني مثلا لو طفل معاه لعبه مزعجه جدا وماشي عمال بيب 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 بيب، هو فرحان بيها، لو انا قلت له انت بتعرف تعمل دوش حلو قوي بالبتاعه ديت، تفتكر هو هيبطل ولا هيبقى فاكر فعلا انها حاجه عظيمه؟ هيزيد فيها. فلو مش عايز تشوفها ما تشجعهاش، ما تمدحهاش. فدي اول نقطه، البريز او المديح. ايه كمان؟ لو انا عايزه اساعد حد واوري له ان هو بيعمل حاجه كويسه او اساعده بطريقه غير مباشره، ممكن اقلد اللي هو بيعمله. يعني انا حاسس ان ابني بيتلخبط شويه في الالوان وانا حابب اعلمه الالوان، هقول له هقلده، انت حطيت مكعب اصفر على مكعب احمر، انا هعمل زيك، بص انا بعمل مكعب اصفر على مكعب احمر، انت لبست تي شيرت ازرق انا هلبس ازرق عشان ابقى زيك. فكرة انك تقلد حد او تقلد ابنك بتبني علاقة، بتساعده وبتشجعه وبتكسبه ثقة في نفسه. يعني انت شايف ابنك بيحس انه ملخبط ومش مبسوط وحاسس ان اصحابه متناسقين اكتر منه، حاجة زي كده هتوصل له رسالة بطريقة غير مباشرة: ذوقك حلو النهاردة وشكلك ظريف، انت نسقت الالوان كويس، حطيت التيشيرت الازرق على البنطلون البيج، انا كمان هروح ادور على بنطلون بيج وتيشيرت ازرق والبس زيك. جميل. دي يعني ادوات جميله وسهل تطبقها. فان احنا نقلد الاولاد ونوريهم ده ونعكس على ده،
وكمان ان انا بوصف ده وبدعمه بالوصف، وان انا بتواصل معاهم عن طريق. تخيل احنا عملنا حاجات كتيرة قوي، دعمنا ثقته في نفسه، صلحنا علاقتنا بيه. لان حتى لو الاهل بيحبوا الاولاد، فكرة النقد الكتير في كل العلاقات بيخربها. انا متخيل علي لما يكبر ويتجوز يبقى عنده اولاد مثلا تخيل الوضع هيبقى عامل ازاي. هينقدهم ولا هيمدحهم؟ هيقلد اللي اتعلمه. yeah. الاولاد بيتعلموا رقم 1 عن طريق الموديلنج، ان انا اشوف حاجه واقلدها. يعني مهما انا وجهته في حاجه، لو شافني بعمل عكسها هيقلد اللي بيشوفه. يعني لو طفل صغير انا عايزاه يتعامل مع اخوه بطريقه احسن، تفتكر لو قلت له ما تضربش اخوك، هيسمع اللي انا بقوله ولا هيقلد اللي انا بعمله؟ هيعمل اللي انا بعمله، مش بيسمع اللي انا بقوله. اكيد هيقلد اللي انا بعمله، لان انا كمان وريته انه لما انا بتعصب بضرب. طب خليني اتنقل لنقطه اكيد الناس بتفكر فيها دلوقتي. طيب احنا هنمدح الاطفال وهنمدح بعض في علاقاتنا، وهنركز على الحاجات الايجابيه. ايه رايك في الكريتيسيزم، في النقد؟ ناس كتير هتقول نقد بناء، انا عايز انقد عشان لما انقد اللي قدام يتعلم. طيب هديلك قصه. جه فارس عمره 9 سنين، بتقرير المدرسة المدرسة كاتبة ان هو متعاون ولطيف مع اصحابه وعنده صداقات كتيرة وبيسمع الكلام، بس كاتبة ان خط وحش قوي 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 لدرجة انها ما بتعرفش تقرأ هو كاتب ايه. تفتكر لو انا ركزت جدا، انت المدرسة كاتبة ان خطك وحش، احنا لازم نقعد نحسن الخط، ده نقد بناء ولا لا؟ انت ايه رأيك؟ هو نقد، بس ماما دلوقتي ركزت على الحاجة السلبية الوحيدة ونسيت بقية الحاجات الكويسة. دي نقطة حلوة قوي، وساعات بنعمل كده، بس في أحسن، في بديل. أكيد. لو أنا بدأت خطوة خطوة، لما فارس بيكتب حاجة، يا فارس انت كتبت حرف الإي هنا حلو قوي، يا فارس انت ماشي على السطر كويس، يا فارس أنا عجبني أنت إزاي رسمت حرف البي، أنت بدأت تسحب القلم في حرف الب كويس. فارس هيتشجع يشتغل معاك طبعا أكتر. ولا لو أنا إحنا لازم نحل المشكلة دي، ما ينفعش مدرسة تقول عليك الكلام ده، تفتكر أنه فيهم هتبقى فعالة أكتر؟ لا طبعا تشجيع أكتر. يعني بتفكريني بحاجة، بنتكلم على الأزواج دلوقتي، لما الزوجة بتسأل زوجها إيه رأيك في الأكل دوت؟ حلو بجد؟ بس الملح زايد مثلا. بنقد بناء، ما انا بقولها عشان تطور نفسها. لو احنا هنرجع لفكره اوصف، تفتكر ممكن يقول لها ايه؟ الاكل عجبني قوي انك حاطه خضار مع اللحمه والاتنين مع بعض حلوين، الريحه جميله قوي، التسبيكه جميله، جاي سخن، والخضار طبعا شكله كده فريش. دي حاجات جميله قوي كلها. تخيل لو بعد ما قال لها الكلام ده كمان قال لها انت جبتي الوصفه دي منين؟ مش هتصدق اكتر؟ طبعا. مش هتحس انه مهتم اكتر؟ طبعا. مش هتحس فعلا انها عملت انجاز؟ تخيل علاقتهم هيبقى شكلها عامل ازاي بعد كده كمان على طبخه. بالظبط. هي دي النقطه، ان علاقتهم هتتحسن وتحس ان هو بيقدرها. كتير قوي من الازواج لما يجوا يتكلموا معايا بيقولوا زوجي مش مقدرني او هي مش مقدراني، وبعدين تحاولي توصلي لسبب، ما تلاقيش سبب كبير. هو كل الحاجات الصغيرة اللي بتتراكم ورا بعض اللي بتوصل لمرحلة احنا مش مقدرين بعض. يعني انت بتقولي كريتيسيزم، النقد ممكن يهدم اكتر ما يبني. في ادوات كتيرة وفي حاجات احسن من حاجات. الدنيا مش ابيض واسود، بس كمان بدل ما نقول غلط وصح نحاول ندور ايه اللي احسن، ايه اللي ممكن يساعدنا اكتر، ايه اللي ممكن يساعد العلاقات وثقة اللي قدامي في نفسه، سواء ابني، سواء شريك حياتي، سواء زمايلي في الشغل، سواء ماما وبابا، علاقتنا ببعض. ولما احنا بنزود ثقة بعضنا في نفسنا وبنزود التواصل بيننا وبين بعضنا، اكيد الحب بيننا بيزيد والثقة
لكل واحد فينا بتزيد، والعلاقة بيننا بتبقى أقوى. والأولاد بيقدروا يلجأوا للأهل ويتكلموا معاهم، بالظبط. ما بيخافوش ينتقدوهم. والمهارات الاجتماعية بتفرق كتير قوي. فلما بحسس الأطفال بالأمان، لما بحسسهم إن يقدروا يعبروا عن نفسهم، لما بحسسهم إن هيغلط ومش لازم أنتقده، أنا ممكن أوجهه بإن أنا أبرز الحاجة الإيجابية اللي هو عملها، بتفرق كتير. أنا عجبني قوي كلمة الإحساس بالأمان، لأن الإحساس بالأمان في العلاقة غير قابل للمناقشة. أكيد. safety in relationship is unnegotiable. بس أنا عايز أقول حاجة. علي هيكبر، وسامة هيكبر، وهيبقوا في سن المراهقة، وهيخشوا في سن الجواز، هيقابلوا مشاكل. مين فيهم هيروح يكلم ماما ويحكي لها أو بابا؟ أنا بتهيألي الإجابة واضحة. بالظبط. وكتير قوي من الناس بيقولوا دلوقتي، يقولوا خصوصا في سن المراهقة، عيالنا مش عايزين يتكلموا معانا، بيتكلموا مع صحابهم أكتر من يتكلموا معانا. لو رجعنا للأصول هنلاقي في أسباب لكده، وفي الغالب بيكون في أسباب. وهنرجع تاني نقول إن النقطة إن العيلتين بيحبوا ولادهم. بالظبط. العيلتين كانوا حريصين على إن هم أولادهم يظهروا بأحسن صورة. العيلتين كانوا حريصين إن الأولاد يتطوروا ويتقدموا، ويرعوهم في حاجات، في كل حاجة ليها علاقة بروتين اليوم وسير الحياة. بالظبط. النهاردة اتكلمنا على السيلف ايميج أو الإحساس بالذات، اتكلمنا على تكوينها في المخ، اتكلمنا على فايدة المديح، واتكلمنا على ان النقد مش بيساعد. فالاستراتيجي بتاعت النهاردة اسمها امدح اكتر ما تنقدش. وان شاء الله المرة الجاية هنتكلم على الذاكرة والذكريات. دكتورة منى، متشكرين جدا. شكرا يا بروفيسور جورج. Thank you. في شجع أكتر إحنا حابين نركز على إزاي أساعد ابني أو بنتي إن هم يزودوا ثقتهم في نفسهم. وعي الشخص بنفسه بيعتمد على وظيفة مركبة في أكثر من جزء في العقل، والأجزاء دي زي ما شرحت قبل كده بتتطور وبتتشكل بالخبرات اللي بنعيشها ونختبرها. الذكريات بتتخزن في الهيبوكامبس، وكمان في الفص الصدري التمبرال لوب. الخبرات بتتفاعل مع المراكز المسؤولة عن الوعي بالذات في الفص الأمامي الميديال بريفرونتال كورتكس والميديال بوستيريور كورتكس. الهدف إن إحنا ناخد بالنا في تفاعلاتنا اليومية إزاي نساعد أولادنا على تشكيل صورة متزنة لنفسهم في عقلهم. الاستراتيجية النهاردة بتركز على المدح. هعدل طريقة مدحي لابني أو بنتي، بدل ما أستعمل كلمة أنت شاطر أو حلو أو ذكي أو كويس، هضيف تفاصيل أكتر للموضوع ده. يعني هوصف الحاجة الكويسة اللي هو عملها، هحط فيها كل التفاصيل، زي مثلا أنت رتبت الأوضة كويس، وشلت كل الألعاب، ورتبت الكتب على الرف، وظبطت السرير. وبعدين هضيف ده خلاني أحس بإيه، زي مثلا الأوضة بقت منعشة لأي حد يدخلها. وفي آخر جزء من الوصف هوصف باختصار المجهود ده عبارة عن إيه، زي مثلا آدي الترتيب على أصوله. أداة تانية للمدح هو التقليد، أقلده في طريقة لعبه أو لبسه أو أي حاجة حلوة هو بيعملها، وأشرح له قد إيه أنا مقدرة الموهبة اللي عنده دي، عشان كده أنا بقلدها.